السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا النهاردة وصفة فعلا خطيرة. هنعمل النهاردة أكلة حلوة قوي. الأكلة دي بنحبها قوي في البرد، لما يجي الشتاء تاني بنعملها كتير. هنعمل النهاردة الأكلة الحلوة دي، بس قبل ما أقول لكم على أكلتي أنا عزة مصطفى، ويشرفني ويسعدني إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وكمان تحطوا لايك للفيديو علشان تشوفوا معايا كل جديد. هنعمل الطبق الحلو ده اللي بيدفي كده في البرد، وهناكل معاه كمان حاجات كده بتفتح النفس. معانا هنا البتنجان المخلل، ومعانا السلطه. اكله كده حلوه قوي وخطيره جدا، بتفتح النفس كده وبتدي طاقه ودفى في البرد. هنعمل النهارده الرز بالعدس، او العدس والرز زي ما بتسموه، لكن هو طعمه حلو قوي. واكله خطيره جدا، بتتاكل كده مع طبق السلطه الخضراء، بتكون فعلا شهيه جدا، وبتدي كده فيتامينات وطاقه ونشاط في عز البرد. يلا علشان هنبدا وصفتنا على طول. هي دي الحاجات بتاعتي: كوبايتين من العدس الاصفر، وكوبايه ونص من الرز. وطبعا العدس طبعا قيمته الغذائيه عاليه جدا، وقد يكون بديل للحمه، وطعمه حلو برضو مع الرز كده بيكون حلو قوي. بتبقى وجبه كده غذائيه وجميله قوي. هناخد كده الكوبايتين الرز، او سوري كوبايتين العدس على كوبايه ونص من الرز، وهنلخبطهم كده على بعضيهم، وهنقلبهم كده على طول على بعض كده اهو. وبعد كده هناخدهم ونغسلهم كويس ونصفيهم كويس من الميه. بعد ما قلبت كده الرز مع العدس بالشكل ده، هنغسله ونصفيه كويس. بعد كده معايا حله على النار، حطيت فيها نص كوبايه من الزيت، وهنزل عليها كمان بمعلقه كبيره من السمنه، وطبعا يفضل تكون سمنه بلدي. السمنه مع الزيت كده كميه كويسه، مش كميه قليله، علشان يبقى لون العدس كده حلو وبيلمع كده. نزلت بقى بالرز والعدس بعد ما اتغسل كويس وصفيته كويس من الميه، وهبدا اقلبه كتير في الزيت والسمنه بالشكل ده. طبعا هقلبهم شويه كده كويسين لحد كده ما يتشمع ويتشرب كده من الزيت والسمنه، ويبقى بيلمع كده ولونه حلو قوي زي ما هتشوف دلوقتي. هقلب فيهم كده شويه، وشايفين شكله بقى عامل ازاي؟ شكله بقى حلو قوي حتى من قبل ما يستوي. طبعا هنحط الملح. هنا حطيت معلقتين من الملح ومعلقه من الكركم الاصفر، طبعا عشان يظبط اللون. وبرده الكركم الاصفر بيضيف فوائد، ويعني حلو جدا الكركم الاصفر، يعني كويس. وهنقلب كويس جدا بالشكل ده. طبعا انا حطيت الكركم عشان يدي لون حلو للعدس. هنا هنقلب كويس، وبعد كده هننزل بميه بتغلي كده من الكاتل على طول اهو. وطبعا هنقلب كويس برضو، تاني هنقلب برضو بالشكل ده. طبعا هسيب الرز والعدس كده يتشرب الميه على نار عاليه. بعد كده هوطي عليه واسيبه بقى يستوي على نار واطيه خالص. هو طبعا شكله حلو قوي زي ما انتم شايفين كده كان اتشرب خلاص، بس كان لسه مش مستوي للاخر. طبعا هسيبه بقى على نار واطيه. هو هنا بقى على نار واطيه لانه خلاص اتشرب كل الميه اهو، وبقى بالشكل الحلو ده. شايفين جماله حلو جدا والله، خطير، بيبقى طعمه حلو قوي. طبعا هسيبه بقى يستوي على نار واطيه خالص لحد بقى ما الرز والعدس يستوي. هنعمل احلى طبق سلطه. طبعا طبق السلطه الخضراء بيكون حلو قوي، طبعا كله فيتامينات. واحنا اكلتنا النهارده كده على بعضها كلها فيتامينات وجامده جدا. شايفين الحله مش يعني مش بيلزق خالص اهو، مش لازق في الحله ولا اي حاجه اهو. يلا بقى نعمل السلطه.
هنعمل بقى طبق السلطة الجامد ده. وطبعا ضروري جدا طبق السلطة مع الرز بالعدس، بيفتح النفس كده على الأكل وبيضيف قيمة غذائية كمان للعدس. شوية خضرة بقى حلوين كده، وهنقلب كل الحاجات الجميلة دي مع بعضيها. وطبعا حطينا ملح وتوابل، وكان عندي كده بقى شوية بهارات حلوين فحطيتهم، وعصرة ليمون. احنا خلاص الطبق الجميل بتاعنا بقى بالشكل القمر ده اهو زي ما انتوا شايفين كده. معانا طبق الرز بالعدس وطبق السلطة الخضراء بالشكل الحلو ده، شايفين الجمال؟ هو يتاكل كده مع السلطة الخضراء، قيمة غذائية عالية ودافة في البرد وحاجة كده جامدة جدا. طبقنا النهاردة فعلا خطير. لو عجبتكم وصفتي ما تنسوش تتابعوني وتشتركوا في القناة، وكمان تحطوا لايك للفيديو.